لم تمضي سوى ساعات قليلة بعد القبض على مرشد جماعة الإخوان محمد بديع إلا وأعلنت الجماعة رسميا عن تعيين الدكتور محمود عزت نائبا مؤقتا للتنظيم، في محاولة من الجماعة لإظهار قدرتهم على الثبات رغم الضربات الأمنية القاسية التي تعرضوا لها في الأيام الماضية، بداية من فض اعتصامي رابعة والنهضة، ثم عمليات القبض المتتالية على رؤوس الجماعة. الدكتور محمود عزت أو صقر القطبيين كما يطلق عليه بين الإخوان المسلمين نظرا لإخلاصه وإيمانه بأفكار ومبادئ سيد قطب المتشددة، كان واحدا من الأربعة نواب للمرشد السابق محمد بديع بجوار خيرت الشاطر ورشاد بيومي المقبوض عليهما حاليا وجمعة أمين الذي تجاوز 80 من عمره، ولذلك كان من الطبيعي أن يتقلد محمود عزت منصب المرشد التاسع في عمر الجماعة ليكون مرشدا للمحنة من وجهة نظر أعضاء التنظيم ومرشدا للفوضى وإثارة الأزمة من وجهة نظر من يعارضهم. الدكتور محمود عزت مواليد القاهرة 14 أغسطس 1944 والأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، انضم للجماعة مبكرا في 18 من عمره، واعتقل وهو ما زال طالبا وسجن لمدة 10 سنوات، ثم سجن مرة أخرى في القضية المشهورة باسم سلسبيل والتي اتهم فيها مع حسن مالك وخيرت الشاطر، وهو واحد من أبرز القيادات الرئيسية التي حرصت عليها الجماعة بعيدا عن الأضواء، فهو العقل التنظيمي المدبر ويعرف برجل مخابرات الإخوان. وبعد ارتفاع موجة الغضب ضد الرئيس المعزول محمد مرسي اختفى محمود عزت عن الأضواء، فرغم أنه الرأس المدبر والمحدد للسياسات داخل الجماعة إلا أنه لم يتواجد كغيره من القيادات على منصة اعتصام رابعة، ليذاع بعدها أنه يدير دفة الأمور من أحد الفنادق الفاخرة المطلة على البحر في غزة في حماية حلفاء تنظيم الإخوان الدائمين من حركة حماس. هذا الأمر الذي جعل الموساد الإسرائيلي يمنحه لقب مستر إكس الإخوان. الدكتور محمود عزت داخل الجماعة يراه الإخوان هو الأقدر الآن على الإدارة لقدرته على التنظيم وجمع شتات الصف الثاني من الإخوان الذين فرقتهم حملات الاعتقالات، بينما يصفه المحللين بأنه يجيد المؤامرات ومتعطش للدماء، مما ينذر بأيام أشد عنف ودموية. وبين هذا التصور وذاك تبقى الأيام القادمة هي الفيصل والحكم في إن كانت جماعة الإخوان في مصر تبدأ فصلا جديدا من المقاومة أم ستلفظ أنفاسها الأخيرة. رضوى رحيم، برنامج مصر